حي ترينيتاس نوفا في منطقة نوباريس تم بناؤه خلال القرن العشرين، ويرتبط جزء كبير من عماراته ببناء مساكن الحماية الرسمية اعتبارا من خمسينيات القرن الماضي، والتي استقبلت جزءا من موجات الهجرة في ذلك الوقت. ومنذ ذلك الحين شهد الحي تغييرات متعددة، ولإحياء تاريخه يقترح مشروع ترينيتاس نوفا ميموريا دي باري إعادة بناء مصغر يعيد تجسيد أهم المواقع والمعالم الرمزية في الحي. لا توري دي رالوتشا برج الساعة يقع في شارع بالاموس رقم 70 ضمن أحد المباني السكنية التي شيدت عام 1953 من قبل باتروناتو دي لا فيفيندا. وعلى عكس المباني السكنية المشابهة تم تركيب ساعة على هذا المبنى كانت مرئية من جميع أنحاء الحي، مما جعلها أحد أبرز الرموز في المنطقة. ولكن في عام 2013 تم هدم البرج بسبب مشكلات في هيكله. في عام 1914 شهدت برشلونة وباء كبيرا من حمى التيفوئيد بسبب تلوث المياه، ونتيجة لهذا الحدث بدأ تنفيذ مشروع ضخم لإنشاء بنية تحتية خاصة بجمع المياه ومعالجتها وتوزيعها على سكان المدينة. هذا المبنى ذو الطراز الحدثي من تصميم المعماري بيري فالكيز إيوربي، وظل قيد الخدمة حتى عام 1989. في 12 أكتوبر 1915 تم افتتاح شاليه دي لا ترينيتاس المعروف باسم كاسا دي لا بروشا، وكان جزءا من مشروع لإنشاء مدينة حديقية عند أسفل الجبل، لكن المشروع لم ينجح بسبب ضعف وسائل النقل والاتصال مع المدينة. البون ديل تريس أولس يعد معلما تراثيا مرتبطا بالهندسة المدنية، وقد تم بناؤه في العقد الأول من القرن العشرين، وكان جزءا من مشروع بنية تحتية لتزويد مدينة برشلونة بالمياه. ورغم أنه لم يتم إكماله إلا أن هدفه كان نقل مياه من محطة ضخ في ترينيتاس فيلا إلى فالكاركا، ويقع هذا الجسر حاليا شبه مدفون عند منخفض جبال كالسورلا. في أواخر السبعينيات نظم السكان رجالا ونساء احتجاجات ضد مصنع الإسفلت الذي سمحت به البلدية في ذلك الوقت، والذي كان قريبا جدا من المنازل. في 9 يناير 1977 تم احتلال مخزن المصنع، وبعد نجاح هذه المطالبة عملت الجمعيات والسكان على تحويل هذا المكان إلى مركز ثقافي، وهو ما أصبح يعرف اليوم باسم أتينيو بوبولار نوباري. في بداية الستينيات تم بناء حضانة بجانب كنيسة سان جوزي غوبريل، وأطلقت عليها عائلة الحي اسم إسكولا بنجامين تكريما لمشرف الأشغال. واعتمد هذا المركز طرق تعليم مستلهمة من التجديد التربوي لإسكولا روزا سينسار، وشجع تعليم اللغة الكاتالونية. وبعد فترة طويلة من الإغلاق أصبح إسباي بنجامين اليوم يضم مركزا للابتكار الرقمي، ويستضيف عددا من هيئات وجمعيات الحي. يعد انستيتوت تكنولوجي دي برشلونة الذي أنشئ عام 2018 مركزا مهما في مجال تقنيات المعلومات، يقع في مبنى مدرسة سان خوزيف أوريول السابقة التي لها تاريخ تعليمي بدءا في خمسينيات القرن الماضي، وكانت هذه المدرسة من ريادات في تعليم اللغة الكتالونية خلال فترة الانتقال الديمقراطي.